السلام عليكم اخوتي، فيديو جديد ولكن ماشي ديال الرياكشن. بغيت نتكلم على واحد الموضوع. واحد الموضوع مهم. هذا الموضوع هذا بان ليا في الانستغرام، هو ان شركة اليوتيوب دارت شروط جديدة ديال تحقيق الربح او لدخول برنامج شركاء اليوتيوب. قال لك هاد الشروط غادي زعما غادي يوليو مفروضين في جوج في شهر في جوج في شهر جوج، يعني في الاول في شهر يعني شهر جوج 2027. هاد الشروط هادو غادي يتفرضوا. أنا قلت واقيلا حيت أنا داك الشيء الشروط اللي شفت أنا قلت واقيلا لا خبر مزيف، باغيين هادوك الصفحات بغاوني يركبوا على الموجة، فهمتينا، بغاو يجيبوا التفاعل. أنا قلت لا، 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 حتى دخلت اليوتيوب بغيت نتفرج في شي فيديو، حتى كيطلع ليا هاد الفيديو هذا اخوتي، هاد الفيديو هذا اللي كيبان لكم دابا طلع ليا. قلت واقيلا هاداك خبر لا بصح، لا واقيلا باغيين يديروها. المهم أنا قلت واقيلا خبر كاذب، أجي نشوف من عند المصدر الحقيقي. دخلت بديت كنتفرج، نتفرج، قال لك تعديل شروط الربح أو الدخول إلى برنامج شركاء اليوتيوب. أنا قلت واقيلا راه شركة اليوتيوب سمعت لينا، سمعت لصُناع المحتوى الجدد اللي مبتدئين. أنا دابا خوتي ما عرفتش أنا واش ضمن صُناع المحتوى الجدد أو المحتوى القدامى، حيت أنا في اليوتيوب من 2019، يعني في اليوتيوب 2019 كنت كندير الgaming، كنت كندير شروحات، شروحات ألعاب، شروحات عادية، عاد بديت المحتوى الجديد هذا اللي بديت معاكم. إلا جينا للمحتوى الجديد، أنايا باقي مبتدئ، يعني مو يوتيوبر مبتدئ، يعني يلاه بديت تقريبا هادي 6 شهور دابا باش بديت اليوتيوب. ولكن هاديك الشروط اللي شفت راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصافي. المهم أخوتي قبل ما نقول لكم الشروط نخليكم مع جزء من هاد الفيديو، شوفوه، نشوفوا مع بعضياتنا ونكملوا الهضرة ديالنا. سيجري تعديلات جديدة على برنامج شركاء يوتيوب. إذا كنتم صناع محتوى مشاركين حالياً في البرنامج، عليكم مراجعة البنود الجديدة وقبولها بحلول 31 من يناير عام 2027 لمواصلة تحقيق الربح. إذا كنتم من صناع محتوى يريدون الانضمام إلى البرنامج، هناك متطلبات أهلية جديدة يجب أن تعرفوها. هناك أيضاً تغييرات في طريقة توزيع الإيرادات المجمعة لصناع فيديوهات شورتس، ونحن نطرح مصادر إيرادات جديدة مثل بريميوم لايت وبرامج الحوافز الموجهة. مع هذه التغييرات سنحافظ على إجمالي استثمارنا الحالي في صناع المحتوى بدون تغيير. في الواقع نتوقع أن ندفع لصناع المحتوى في 2027 أكثر مما دفعنا في 2026. لنتعرف على التغييرات التي سنجريها. أولاً، سنعدل متطلبات الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب لكي يتمكن صناع المحتوى الجدد من مشاركة إيرادات الإعلانات ويوتيوب بريميوم. عرفتي اخوتي فاش وصلت لهاد اللقطة، عرفتي الضحكة وصلت لي لهنايا، اقسم بالله حتى الضحكة وصلت لي لهنايا. قلت ويلي، ويلي اليوتيوب، شركة اليوتيوب غادي ديرها زوينة. غادي تعاون صناع المحتوى الجدد اللي طالعين. أنا قلت واقيلا غادي يهبطوا ساعات المشاهدة ل شي 2000 ولا 2500 ساعة، وتقدر أنك تربح من اليوتيوب، هذيك 1000 مشترك واقيلا غادي يخليوها. هذاك الشيء يعني أنا هادشي اللي قلت. واقيلا قلت شي 2000 ساعة، 2500 ساعة غادي ينقصوها باش تقدر تدخل لبرامج الشركاء اليوتيوب، حيت هاد الهضرة اللي قالوا قبل راه محفزة. كيقول لك واقيلا غادي ينقصوا كيما هاد اللقطة ديال الأخر اخوتي، كيقول لك سوف نساعد صناع المحتوى الجدد في تحقيق الإيرادات من الإعلانات. وشنو هو الهضرة هادي؟ إذا غادي ينقصوا ساعة المشاهدة، ولكن لا يا عزيزي المشاهد، لا عزيزي المشاهد، كمّل الفيديو، نكمّلوا الفيديو ونرجعوا عاوتاني. مع أن قاعدة المشاهدين على يوتيوب نمت لتشمل مليارات المستخدمين شهرياً، لم تتغير متطلبات الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب بشكل كبير. لتعكس هذه المتطلبات نمو يوتيوب اعتباراً من الأول من فبراير عام 2027، ستكون متطلبات انضمام صناع المحتوى الجدد كما يلي: جذب 1000 مشترك واستيفاء أحد الشرطين التاليين: تحقيق 8000 ساعة مشاهدة مؤهلة في آخر 12 شهراً، أو تحقيق 20 مليون مشاهدة شورتس مؤهلة في آخر 90 يوماً. نعم عزيزي المشاهد، نعم عزيزي المشاهد، داكشي اللي سمعتيه هو هذاك. ودنيك نقيين ما فيهم والو، ودنيك نقيين ما فيهم لا وسخ لا والو. داكشي اللي سمعتيه هو هذاك. إلا كنتي مثلًا ما سمعتيش مزيان وقلتي واقيلا لا، واقيلا كنحلم،
عاود سمع. تحقيق 8000 ساعة مشاهدة مؤهلة في آخر 12 شهراً، أو تحقيق 20 مليون مشاهدة شورتس مؤهلة في آخر 90 يوماً. ما سمعتيش مزيان، عاود سمع. تحقيق 8000 ساعة مشاهدة مؤهلة في آخر 12 شهراً، أو تحقيق 20 مليون مشاهدة شورتس مؤهلة في آخر 90 يوماً. شتو اخوتي، شتو اخوتي، شركة اليوتيوب كتفكر فينا، كتفكر في صناع المحتوى الجدد، قال لك اجي نعاونوا صناع المحتوى، اجي نساعدوا صناع المحتوى في تحقيق الارباح من الاعلانات. راك تفكر فينا شركة اليوتيوب، بلاص ما تخليني انا 4000 ساعة ولا تنقص لينا 4000 ساعة، تخليها مثلا 2000 ولا 2500، قال لك اجي نزيد على بابا واحد 8000 ساعة، رد عليهم 8000 ساعة. 10 المليون مشاهدة في الشورتس، هي أصلًا مستحيل تجرّد البابا ب20 مليون. دابا هذه هي المساعدة شركة اليوتيوب، دابا هذه هي المساعدة باش تساعدي صناع المحتوى. بلاتي أنا راه خوتي راه 4000 ساعة حققتها، أنا 4000 ساعة حققتها وفتها ليه، فت 4000 ساعة قبل ما نبدا هاد المحتوى هذا جديد. فت 4000 ساعة تقريبًا، راه وصلت تقريبًا شي 20,000 ساعة وصلت أنايا. ولكن فاش جيت باش ندفع البرنامج شركاء اليوتيوب باش نبدا نربح الفلوس، اكتشفت بأن ديك المحتوى اللي كندير محتوى مكرر أو محتوى معاد استخدامه. حيت أنا شنو كنت كندير شحال هادي، كنت كندير الgaming أول حاجة، كنت كندير الشروحات، كنت كندير شروحات على الألعاب، وهاديك الشروحات حيت أغلبية الفيديوهات كنت كندير على الشروحات، هاديك الشروحات كنت كنديرهم بsilence يعني بلا صوت بلا تعليق. كنت كنديرو بلا تعليق. لذلك اليوتيوب فكر أنه محتوى معاد استخدامه، واخده مع شي مصري ولا مع حتى شي واحد، هازو وحطو عندي في القناة، يعني ما درتش فيه شي، ما درتش فيه مثلًا شي تغيير أو شي إضافة للفيديو باش يتقبل. لذلك ما تقبلش لأول مرة. لذلك درت هاد المحتوى هذا جديد أخوتي، تقريبا هادي 6 شهور، حققت به تقريبا لحد الآن تقريبا 500 ساعة. لحد الآن تقريبا ما عرفت واش 500 ومع 900 ساعة لحد الآن. وشركة اليوتيوب صدماتنا جميعًا، صدمات صناع المحتوى الجدد، وصدماتنا حنا كاملين ب8000 ساعة مشاهدة. إلا بغيتي تدخل في برنامج شركاء اليوتيوب. والله ما فهمت أخوتي، أنا قسمًا بالله والله ما فهمت. كيقول لك نساعدوا صناع المحتوى الجدد، لا هذه ماشي مساعدة، أنت راه غادي تغرّقهم، بغيتي تغرّق صناع المحتوى، قال لك بغيتي تساعدهم، زوينة هذه، قال لك 8000 ساعة و4000 ساعة، وكتجينا كتجينا صعيبة بقى حتى 8000 ساعة. أنا راه 6 شهور هذه دابا حققت 500 ساعة. ويعني ما كنتش كنلوح مثلًا فيديوهات يومية، يعني تقريبًا 3 فيديوهات في السيمانة أو 2 فيديوهات في السيمانة. الشي اللي كنت كندير أنا دابا، الشي الحاليا اللي كندير أنا دابا حاليًا، أنا كندير تقريبًا 3 فيديوهات في السيمانة، 2 كاع، 2 فيديوهات في السيمانة، يعني ما كنلوحش أنا فيديوهات يومية. وكتجي شركة اليوتيوب كتقول لك بوم 8000 ساعة مشاهدة إلا بغيتي تدخل لبرنامج شركاء اليوتيوب. وزيد عليها داك الشرط التاني كيقول لك 10 المليون مشاهدة في في الشورتس، 10 المليون مشاهدة، ياكم أنا مرضيين، ياكم أنا مرضيين، 20 مليون، 10 وصعيبة. أنا حاليًا محقق واحد 200 ألف مشاهدة تقريبًا في الشورتس، 200 ألف مشاهدة. وأنتوما بغيتوني نوصل ل20 مليون مشاهدة، راه خصني تقريبًا شي 10 سنين، 10 سنين إلا بغيت نوصل أنا 20 مليون مشاهدة. المهم أخوت، وقيلا غادي نحبس هنايا، الله يجعل البركة. دويت بما فيه الكفاية. شركة اليوتيوب صدماتنا وصدمات جميع صناع المحتوى الجدد. والله إلا خوتي كنت ناوي نتصور واحد الفيديو ديال الرياكشن، زعما ندخل الرياكتين، عرفتي، كنت موجد كاس ديال القهوة، حتى صدماتنا اليوتيوب بهاد الخبر هذا. صدماتنا اليوتيوب بهاد الخبر، قلت لابد أنني نسجل شي فيديو. المهم أخوت، كيقول لك الشروط هادو غادي يبداو في شهر جوج 2027، يعني حنا تقريبا شحال في الشهر، حنا في شهر 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، يعني بقات لينا 6 شهور. بقات ليا 6 شهور باش نحقق هاد الشروط الحالية، الشروط الحالية ديال 4000 ساعة. باقا لينا 6 شهور. واش غنقدر نحققها واش ما نقدرش نحققها، العلم لله، كلشي عبد الله قريب. المهم اخوتي، بلا ما نطولكم بزاف، حتى الحلقة الجاية إن شاء الله. يلاه خوتي، السلام عليكم.